بتبقى في ايه؟ طبعا هي الكلاوي بتبقى معروفه في قلب دهنتها غرقانه وسط طبعا القشطه بتاعتها. بنطلع الكلاوي وبنفتحها ازاي وبنجهزها للشوي على الفحم او المزاليكيا. الكلاوي طبعا من الاكلات المميزه في اللحم الضاني. تحت الكلاوي بالظبط تلاقي دهنه الكلاوي بكلوتين فيهم. تحت الكلاوي تلاقي عرقين المرسيدس، تحت دهن الكلاوي على طول. للناس اللي بتسال مرسيدس بيبقى فين اهو، بتشيل الدهنايه كده اهو، دهن الكلاوي بتشال بالشكل الجميل ده، هتلاقي المرسيدس اهو. طب نطلع لكم واحد مرسيدس برضه عشان تبقى ايه بيان على المعلم. بص يا باشا، ترفع الحليل فوق بتاع الذكر اهو، ترفع الدهنايه دي اهي. طبعا البرق الدهون بتاعته بتبقى قليله. الذكر خش يا باشا وتشيل حته الايه، هي حاجه تعمل لك اعاقه في انك تشيل المرسيدس بسهوله، شيلها ارميها بعيد. طبعا اهو المرسيدس ده واحد اهو، هذا واحد وعليك يا باشا، هذا عرق ولا التاني اهو، ده كده المرسيدس. نرجع تاني بقى لمرجوعنا اللي هو ايه الكلوايه الضاني. خش يا باشا على الكلوايه اهي، قلب الدهنيه بتاعتها معروف مكانها طبعا. ارفع الحليل لفوق، هات الكلوايه دي شمال يمين، انزل بالكلاوي، خش على الكلاوي، ارفع الحليل لفوق. بص يا باشا، لحم الاوزان تقيله ولكن الدهن بيبقى قليل. ده طبعا الذكر عشان بيتحرك ياما عكس النتايج. تلاقي بص الدهن بتاعه المرسيدس بص بيلمع. تعالى يا باشا، ارجع كده يا ابني، تعالى. هذا الدهنية اهي تعمل كده. في ناس بتفضل ان هي تشيل الكلوايه خالص من الدهن، بس لو هتشويها على الفحم في ناس بتشيل الكلوه كده بالشكل ده، وكمان ده بتقشرها. يعني ممكن بيشيل الطبقه الخارجيه، القشره الخارجيه دي اهي اللي هي دي، ناس بتقشرها كده بالشكل ده، بتطلع القشره دي بتشقها نصين كده وبتشويها على الفحم. دي طريقه بس، ولكن افضل طريقه ليها ان انت تديها حته دهنايه زي دي كده وتسيب حته الدهن عليها. ليه بقى؟ اقول لك ليه. الدهنايه ديت لما بتشويها، لما بتتبلها تحطها في التتبيله الاول، الدهنايه ديت بتشرب التتبيله اكتر من الكلوايه. يعني الدهن ده التتبيله بتمسك فيه اكتر ما بتمسك في الكلوايه نفسها. يبقى انت تسيب حته دهنايه عشان تطعم بيها الكلوايه لما تتبل عشان تتشوي على الفحم، تسيب حته دهنايه، ده الافضل. في نفس الوقت لما الكلوايه بتيجي تتشوي على الفحم، الدهن ده بيسيح. كل ما الكلوايه اهي ما فيهاش دهن اهي، ما فيهاش اي دسم، وهي بتتشوي على الفحم بتنشف. انما لما بتسيب لها حته دهن زي ديت وبتشق الكلوايه كده، طبقه الدهن اللي عليها ديت بتحافظ على الكلوايه وبتفضل تسقيها اثناء الشوي على الفحم. طبعا المصور ده شايف تحت، مش عارف الفيديو هيبقى ايه جودته وايه شغله، بس اكيد هيبقى حلو عشان هو بيعرف يصور. طيب كده قلنا لكم الكلاوي بتبقى فين وبتطلع ازاي وتحتها ايه. في كذا طريقه ان انت تنظف كده بالشكل ده اهو، وفي طريقه ان انت تسيب حته دهن زي دي اهي، شق نصين. ممكن تخف الدهن زي ما انت عايز، ممكن انت تسيبه. هذا الكلاوي يا باشا بتاع الخروف البلدي الصحراوي اللي جاي من الصحراء. وش تعالى الدهنايه دي، بص سيب الدهنايه دي عليها كده، تحافظ عليها، تشرب تتبيله، تتشوي، تطعم، تنعم معاك وتخلي الايه الكلوه جميله. بص بقى في اخر الفيديو اقول لك على حاجه، واحد لو صلى على النبي واعمل لايك وكومنت الفيديو واعمل متابعه لو انت مش مشترك، عشان ايه يوصلك الفيديوهات الجديده اول باول.